اهلا بيكم متابعين صفحه الكابتن الحبشي الاهلاوي. النهارده طبعا كان ماتش الزمالك وسموحه. طبعا زي ما شفنا كل الماتش كله احداث غريبه، واحنا بصراحه شايف ان احنا بنلعب كره قدم محدش بيلعبها في الدنيا كلها، من تحكيم لاداء لعيبه لكل حاجه. بس خلينا النهارده هنتكلم على التحكيم. النهارده اللي عمله محمود البنا حكم اللقاء يعني ما يحصلش ولا في الخيال. خدم الزمالك بكل ما اوتي من قوه عشان خاطر الزمالك يقدر يكسب، والزمالك ما قدرش يكسب. حسب ضربة جزاء لنادي الزمالك، لولا الفار خلاه رجع للفار وبص عليها، واضطر ان هو زنقه ان هو لو حسبها يبقى هو اللي هيشيل الخطأ كله، وهم ما لهمش تدخل، ولو ما حسبهاش جماهير الزمالك هتقوم بالواجب. دي حاجة. تاني حاجة، في ضربة جزاء لحسام حسن ما اتحسبتش، والكل شايفها ان هي ضربة جزاء، والفار رجعه ان هو يبص عليها، ولما بص عليها برضه ما حسبهاش. طب ما حسبتهاش ليه؟ المعلق اللي كان بيعلق بيقول لك اصل هي شده خفيفه. يعني ايه شده خفيفه يعني؟ له كلمه يعني ايه شده خفيفه؟ في شده خفيفه وشده تقيله. طب بعد كده نجيب معانا وحده قياس شده، نشوف الشده قوتها خفيفه ولا تقيله، ونقيسها بقى بالفahrenheit، ولا نشوفها بتتحسب وحده قياسها ايه. احنا مش عارفين. دي حاجه. طيب لما طلعت بصيت على الفار لقيتها ان هي فيها شده، والشده مش داخله دماغك عامه يعني. الشده مش داخله دماغك. طيب طردته ليه؟ لازم ترجع في قرارك وان انت ترجعه تاني وتلغي الطرد. ما عملتش كده ليه؟ عشان انت بتحاول تخدم الزمالك بكل الوسائل اللي عندك، وما قدرتش ان انت تخدمه النهارده. حتى بعد الماتش هو بيكلم دونجا بيقول له اعمل لك ايه، انا كل حاجه عملتها. انا مش عارف التحكيم كل ماتش ضربات جزاء للزمالك، ضربات جزاء، حاجات غريبه. حتى لدرجه ان هو مش عارف يحسب لهم ضربه جزاء. اتلكك قال لك الهاني سليمان مسك الكوره اكتر من 6 ثواني. كل حراس مصر بتعمل كده. كل حراس مصر بتمسك الكوره اكتر من 6 ثواني، بس ادامها مش مبالغ فيها خلاص. انما انت النهارده بتدور على اي حاجه عشان تكسبهم بيها وما قدرتش. ده اللي نقدر نتكلم فيه النهارده عن المباراه بتاعت الزمالك وسموحه. ودايما هم بيدعوا المظلوميه، وهم اكتر فريق بيقدر ان هو يكسب بضربات الجزاء، وبيكسب باسلوب خارج كره القدم. ايه، يخبوا كور، ياخدوا ضربات جزاء، ياخدوا فاولات، كل حاجه بتخدمهم، وبرضه مش عارفين يكسبوا. طب نعمل لكم ايه؟ ده فيديو النهارده يا شباب، سلام.